لو ما جربتيش الفول بالطريقة دي يبقى فايتك كتير قوي. دي احلى طريقة واحلى طعم للفول المدمس بالطريقة اليمنية. واول حاجة بنعملها في طاسة على النار بنحط شوية زيت وبننزل عليهم ببصلة متقطعة مكعبات صغيرة. الزيت ده ممكن يكون عادي وممكن يبقى زيت زيتون عادي. بعد ما البصلة تدبل شوية هننزل عليها بمعلقة من الثوم المفروم، وهنسيبها برضو لما تتشوح كده وتبتدي ريحتهم تطلع. احنا مش هنديهم لون، احنا عايزينهم بس يتبلوا كده وريحتهم تطلع. بعد كده هنكون مجهزين 3-4 وحدات من الطماطم متقطعين مكعبات صغيرة، هننزلهم مع قرن فلفل حامي متقطع صغير، وهنحط عليهم ملح وفلفل اسود وشوية كمون حلوين كده، ومش هنحط انواع بهارات تاني. هنقلب كل ده كويس جدا وهنسيبهم على نار متوسطة لغاية ما يتبلوا كده والطماطم دي تتسبك شوية. لو بتحبي تجربي اكلات من كل بلاد العالم، بالك تطبيق موجود في اول تعليق او في البايو، هتلاقي فيه وصفات تجنن من كل البلاد، وجربي كل يوم وصفة جديدة. التطبيق مجاني وبيشتغل بدون انترنت، ودي اجمل حاجة فيه. هنروح بقى للكبة ونحط فيها علبة من الفول وهنضربها في الكبة كده لغاية ما نطحنها كويس جدا، وتقدري تعمليها بالشوكة او تحطي الفول زي ما هو، بس بالطريقة دي بيبقى احلى بكتير. هنرجع للطماطم هنلاقيها اتسبكت بالشكل ده وريحتها بقت تحفة جدا. هننزل عليها بالفول اللي احنا هرسناه في الكبة، هنقلب كل ده كويس جدا. ولو حسيتي القوام تقيل حطي 2-3 من المية بس وخليهم يغلوا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وهنزينه بقى بالطحينة، شوية طماطم كده في النص مع شوية بصل وفلفل اخضر، بيبقى طعمهم حلو قوي. ونقدر نزود زيت زيتون او زيت نباتي عادي على الوش، بيديها شكل حلو قوي. وده من الاجمل الاطباق اللي بجد الواحد ما بيشبعش منها ابدا. هنحط رشه بسيطه من الشطه كده كمان على البصل، وبالف هنا هتاكلي اجمل فول عمرك ما هتنسي طعمه ابدا. الوصفة دي للناس الأكيلة اللي بتحب الفول المدمس. أنا 90% من متابعيني بيحبوا الأكلات الشعبي جدا جدا. بيتعمل لكم الوصفة دي هتعجبكم قوي. هنفضي المية اللي في علبة الفول لأنه سمعت كده أنها بتكون مش كويسة، وبعد كده هحط الفول في طاسة كده على النار وازوده شوية مية لغاية ما يغلي. بعدين ههرسه بها هرسة البطاطس، وبعد كده هضيف عليه بقى شوية حاجات حلوة كده. أول حاجة الطحينة، وهنحط شوية زيت زيتون، معلقة من هريسة الفلفل الأحمر اللي ما بستغناش عنها أبدا، كمان معلقة من الثوم المفروم على فلفل أخضر، دول بيخلوه في حتة تانية خالص. هنحط كمان عصير ليمونة كاملة. احنا هنا هنطفي النار خلاص. هنقلب بالشكل ده ونزود بقى شوية ملح وشوية كمون، ويا سلام على أحلى طبق فول ممكن تاكليه. عايزة أقول لكم ده الطبق الرئيسي على الفطار. هنغرفه وهو سخن كده، ويتقدم بقى مع شوية جرجير أو بصل أخضر أو بصل أحمر. بجد من أجمل الحاجات اللي بحب أفطر بيها جدا، وبالذات يوم الجمعة علشان كلنا بنكون متجمعين. نقدر نزينه بشوية زيت زيتون وشوية طحينة، معلقة من هريسة الفلفل الأخضر ده مع الثوم، نحطها كده على الوش وشوية بقدونس، وكلي بقى وعدي أرغفة العيش اللي هتخلصيها. وقولولي بقى في بلدكم بتعملوا الفول بنفس الطريقة؟ أكيد بتعملوا بطرق جميلة جدا، وعايزين نتعلم من بعض ونعمل وصفات كتير.